السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. قصه جديده كيف العاده وفيديو جديد. قصتنا نتاع هذا النهار على موضوع الخيانه الزوجيه والطمع. هذه واحد العائله ديال واحد الام عندها 2 وليدات، الكبير فيهم مزوج وحده ما كتولدش عاقره، والثاني اللي هو الصغير متصاحب مع وحده ناوي معها الحلال. هاد الام كيجي عندها واحد الولد كانت دارتو قبل ما تزوج في الحرام وولداتو، ولكن سامحة فيه ما رباتوش وخلاتو في الزنقة. ديما كيجي عندها كتقول له بعدني واخا انت ولدي، ولكن انا ما نقدرش نقولها لولادي واش باغي تخرج عليا، وكتجري عليه ديما، ولكن ديما كيرجع كيقول لها بغيت غير الحنان ديال الام، ولكن هي ما كترحموش وكتجري عليه. فاس الايام على هكا السيد الصغير اللي مصاحب ديك البنت واحد النهار جاب خوه الكبير وعرفوا بها على اساس انه باغي يتزوجها. هذيك الصاحبه ديالو كانت شويه طماعه، شافت خوه لبس عليه وزين، غير شافتو وهي تعجب به، صافي عجبها، قلت هذه الهمزه الكبيره، ورجعت تشوف داك صاحبها يعني الاخ الصغير على انه لا شيء. صافي قالت كيفاش غادي نقلب باش ندور بخوه الكبير. واحد النهار مشات حدا الخدمه ديالو، دارت راسها زعما تلاقاتو، المهم هضره عنده وهضره عندها، قالت له انا بغيت النمره ديالك، الا بغيت هكا شي نهار تبقى تهضر معايا وداك الشيء صوني عليا. وحتى هو ما كانش من العاكسين، قال لها عطيني نمرتك وانا نيت راه قلبي عامر وكنبغي علم من خوي. المهم صافي عطاتو النمره، بقاو يهضروا مع بعضياتهم، بقاو يخرجوا مع بعضياتهم. الزوجه ديالو عجوزتها ديما كتعايرها، كتقول لها انتي عاقره وما كتولديش، وديما مسكينه صابره ومخليها في قلبها. واحد النهار جا داك السيد اللي ولدته في الحرام دق في دارهم، سولها على الام ديالو، قالت له ما كاينش. مرت خو هذه اللي كيقولوا لها عاقره قالت له شكون نتايا، حكى لها قصته، قال لها عاونيني ساعديني الا جات على خاطرك. المهم بقى فيها، قالت له انايا غادي نشوف كي ندير مع الام ديالك ومع الخوت ديالك، وغادي نقول لهم القضيه كل شيء وان شاء الله يكون الخير. صافي مشى، جات الام ديالو اللي هي عكوزتها، قالت لها راني عرفت كل شيء، وراه جا فلان يسول عليك وراني عرفت القصه. عجوجتها تخلعات وقالت لها هاد الشي فات وانا بغيت نطويه. قالت لها ما يمكنش، انايا عاقره وكان نتمنى الولاد، وانتي اللي عندك الولاد رميتيهم في الزنقه. قالت لها انا خايفه من ولادي اللي عايشه معاهم لا يكرهوني لا عرفوا القصه. قالت لها ولادك خليهم عليا، راجلي وخوها انا غادي نقنعهم. واحد النهار خرجت معهم للقهوه وقالت لهم بغيتكم في واحد الموضوع مهم. مشات للقهوه وحكت لهم القصه كامله. هما في ديك اللحظه ما استوعبوش اش كتقول. قال لها ما يمكنش ما دير هذا الغلط الكبير وتدسوا علينا. كرهوا الام ديالهم في ديك اللحظه، ولكن قالت لهم مهما كان غلط وقع، هذاك خوكم وهذيك امكم. صافي تقبلوا الموضوع. جبت واحد النهار للدار ولقيتهم مع بعضياتهم، صافي شافوا خوهم ظريف وزوين والله يعمرها دار، تقبلوه وقالوا له قعد تعيش معنا. عطاوه بيت وبقى عايش حدا الام ديالو وحدا خوتو. صافي داك الولد الصغير قال صاحبته انا قررت باش نتزوج بيك. هي واخا ما كانش عاجبها الحال، ولكن قبلت باش تبقى قريب من خوها. قالتها لخوه الكبير، قالت له راه خوك بغا يتزوج بيا. قال لها صافي، حتى هذه فكره زوينه باش تبقاي قريبه مني.
وافقت على الزواج وتزوجوا. من بعد ما تزوجوا السيدة غير ناعسة، ما كتخدم ما كدير حتى حاجة. السيدة كتخنت حيت مزوجة الولد الصغير ومصاحبة مع الكبير. صافي بقاو عايشين بزوج فيهم في دار وحدة، كيضحكوا مع بعضياتهم. رجلها ملي كيمشي هي كتمشي للبيت، كدير علاقات مع الاخ ديالو. المهم بقاو على هاد الحالة حتى واحد ما شك فيهم. واحد النهار وهي تعيط لخوه الكبير، قالت له ضروري بغيتك في واحد الموضوع. تلاقاو في واحد القهوة، قالت له راني حاملة. صافي السيد كاع ما سوقش، قال لها ايوا مزيان، كتصرى الا راكي حاملة، راكي عايشة في دار وحدة، ولدي غادي يكبر بين عينيا. وصافي قال لها انا نية المرة ديالي ما كتولدش وولدي غادي يكبر بيناتنا. قالت له ما يمكنش، كيفاش انايا حاملة وانت كتقول لي هاد الهضره؟ قالت له خصك تطلق وانا نطلق ونعاودو نتزوجوا. قال لها ما يمكنش ندير لك خاطرك ونخلي خويا في الاخير يتسطى ولا يقتل راسو بالصدمه. قالت له انا اللي هبيله تيقتك وتبعتك. مشات وخلاتو، مشات عند الزوج ديالها بواحد الوجه بريء. قالت له غادي نقول لك واحد الخبر ما نعرفوش تفرح ولا لا. قال لها شنو كاين؟ قالت له انا راني حامله. صافي السيد فرح بلي الزوجه ديالو راها حامله، وقال لها الحمد لله كملت فرحتي. صافي هي ملي شافته فرحت طمأنت وارتاحت. واحد النهار خوه الكبير كان يتمشى وهو يدير واحد الحادثه، صدماتو طوموبيل وقتلاتو في البلاص. صونوا على صحاب الدار وقالوا لهم راه الاخ ديالكم توفى. صافي المرا ديالو لبست عليه الابيض وحزنات، قعدت هي والعجوزه ديالها كيبكيو عليه. قالت لها فين راه مرض حمايه؟ ما بقاتش تبان. واحد شويه هو يدق الباب، دخلت حتى هي لابسه الابيض. قالوا لها اش هاد الشي؟ واش راجلك مات؟ قالت لهم لا، الزوج ديالك هو اللي مات. بقاو يتفرجوا قالوا كيفاش هاد الشي؟ قالت لهم هذا اللي في كرشي ولد راجلك، وهاد الشي كامل هاد الورد من حق ولدي انا. تصدموا، المرا ديالو بقات تبكي، قالت هاد الشي ما يمكنش، وغد تجري عليهم. قالت لهم خرجوا دابا من الدار. قالوا لها ما غاديش نتيقوا. قالت لهم الا بغيتو ديروا التحاليل ديروهم، وانا هادشي كامل الورث ديالي، وغادي تخرجوا من داري ومن المحلات ديالي. صافي خرجوها في ديك الساعه. ولكني من بعد فاتت شي شهوره ورجع كلشي بالاسم ديالها، حيت ولدات وتيقنوا باللي الولد اللي في كرشها هو ولد الاخ الكبير اللي توفى. فرحت، قالت انا تزوجت الولد الصغير باش نتقرب من الكبير، وحملت منه باش ناخد الاملاك ديالو، وداكشي اللي تخطط له وصلت له في الاخير. وصافي هما تشردوا وهي استولت لهم على كاع الرزق ديالهم. هو دار فيها النية وتزوجها، وهي تزوجته وخدعته. وحتى لهنايا تكمل القصة ديالنا. نتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لايكات وتعاليق. خليت لكم الراحة، والى فيديو قادم بحول الله.